ما غاديش نكون كنبالغ الا قلت بان المدرب ديدي ديشون هو احسن ناخب وطني في هذه 10 سنين اللي فات. السيد شد المنتخب الفرنسي في 2012، شد المنتخب في واحد الحاله ديال اعاده البناء فاشله، لانه وقع لهم واحد التروماتيزم، واحد الصدمه كبيره في 2010 في جنوب افريقيا. بالمدرب السابق ريمون دومينيك يعني وقعوا ليه واحد المشاكل كبيره مع اللعابه، وصلوا انهم يعني يدابسوا معاه ورفضوا انهم يتدربوا، وكانت واحد الفضيحه كبيره في فرنسا. من بعد اضطروا انهم يعاودوا يعني ينقيوا المنتخب ديالهم، صيفطوا دوك اللعابه الكبار ديال تيري اونري، ديال ريبيري، ديال بزاف ديال اللعابه النجوم ديك الساعه، وقرروا انهم يبنيوا ازيرو المنتخب ديالهم، وعطاو المنتخب لورون بلون بحكم انه كانت عنده تجربه زوينه مع بوردو، وصل معهم ربع نهائي الشامبيونز ليغ. وهذا قالوا بان هذا السيد هذا ربما هو اللي يقدر انه يشد المنتخب. وفي عامين باقي المشاكل، يعني ما كانتش الكره كتدور مزيان، واخا كاينين نجوم زوينين ديك الساعه، بن عرفه، نصري، بنزيما ونجوم اخرين يلاه تيبانوا ديك الساعه. دونك كانوا عندهم هاد المشاكل هادو، هما في اخر المطاف قرروا انهم يعطوا المنتخب لديشون. واللي كيعرف ديشون تعرف بانه واحد المدرب واعر بزاف تاكتيكمون. هذا كانوا عنده تجارب زوينين في مارسي مثلا ولا في اليوفي، كانوا في الدرجه الثانيه وطلعوهم للدرجه الاولى. دونك هذا السيد هذا تاكتيكمون انسان واعر، عطاو المنتخب بدا البناء ديالو. 2014 دار ربع النهائي، خسروا في الربع ب1-0 مع المانيا، والمانيا ديك الساعه هي اللي دات كاس العالم. دونك فرقه اللي وصلت لواحد المستوى عالي ديال الختوريه، وكملوا البناء ديالهم شويه عليهم. ولكن ديجا كانت كتبان معالم ديال المنتخب قوي، ان قدر بعد داك الصداع كامل اللي كيدور بالمنتخب قدر انه يحيدو، وبنى واحد المجموعه متلاحمه بفضل يعني الشخصيه ديالو. اللي كيعرفوا ديشون تيقولوا بانه عنده واحد الشخصيه اللي يعني الحد الفاصل بين الصديق وبين الباترون، بين الشاف. تيوقف في الحد الفاصل بين انه شاف ديالك وانه صديق ديالك، يعني كيسمح للعابه انهم يتجاوزوا معاه مجموعه من الخطوط، ولكن بلا ما يقلوا عليه احترام. دونك تيفرض عليهم الشخصيه ديالو والاحترام ديالو. وفي 2014 كما قلت لكم بانوا معالم ديال المنتخب الفرنسي، ان كاينه شي حاجه جايه لقدام. جات ديك النكسه ديال اليورو، واخا هكا خلاوه يخدم، عطوه يعني يكمل حتى 2022 باش يشوفوا شنو غادي يدير. والسيد هانتوما كتشوفوا خرج بطوله واعره بزاف، ومن غير هادشي هذا ربح لفرنسا جيل اخر، راه شي واحد اخر في بلاصتو. هادشي اللي دازت منه فرنسا، الاصابات اللي كانوا قبل وهذا كان ربما ما غيتخربق، ولكن هو كل مره تيمشي لعاب تيجيب لعاب اخر تيرومبلاسي وتيدخلوا في المنظومه، وعادي بحال كيلعب معاهم هادي سيني. هادشي هذا الطريقه العمليه ديال السيد هذا خلات ان الناس يهضروا على ما يسمى بقطه ديشون. قطه ديشون ولا لا شاطا ديشون هي واحد المصطلح ولا واحد العباره لقاتها الصحافه الفرنسيه باش تقول بان هذا السيد هذا عنده واحد الزهر كيهرس الحجر، لان كل مره كتوقع شي حاجه ومع لي غوبونديسمون كتجي الامور في جهته. وملي كتشوفي على المسيره ديال ديشون راه ديما كتوقع شي حاجه كتجي من جهتهم. هانتوما شفتوا مثلا البارح يعني حتى كانوا خاسرين ب2-0، كان الماتش غيسالي، كتشوف الفرقه مقسمه على جوج ما كيقدروش يزيدوا بالكره، غيدير واحد جوج تغييرات كومان باش يربط بين الخطوط هذا، وتلونسا الثاني فرنسا في الماتش، وكانت غتربح تخطف الماتش في اي لحظه من اللحظات. واخيرا بداو تيطرحوا نقاش تما عندهم فرنسا، واش من الجائز نقولوا لا شاطا ديشون يعني قطه ديشون يعني الزهر ديال ديشون، ولا خصنا نقولوا لا باتا ديشون يعني اللمسه ديال ديشون؟ يعني واش هادشي اللي كيدير هاد السيد هذا فقط نتيجه للزهر ديالو ولا العمل ديالو؟ لان واحد الانسان اللي كاع المختصين في كره القدم في العالم تعترفوا ان من بين احسن الناس اللي واعرين في التكتيك في كره القدم. يعني ملي كتشوف هادشي هذا هما تيقولوا واش نقدر نبقاو نقولوا لا شاطا ديشون ولا نبقاو نقولوا لا باتا ديشون؟ يعني ما سهلاش انك دير هذا الباركور كامل، يعني تلعب 3 ديال الفينال ديال المستوى العالي، زيد عليهم ديك البطوله ديال الامم الاوروبيه اللي حتى هي ربحوها، يعني 4 ديال الفينال المستوى العالي، ربحتي 2 وخسرتي 2 بتفاصيل صغيره. خسرتي ثاني في الاورو كان غيمشي بعيد، ولكن ولا خسر في الثمن بالبيلانتيات مع سويسرا. وبالمناسبه راه الفرنسيين ملعونين في البيلانتيات، 82 خسروا بيلانتيات، عندهم مشكل مع البيلانتيات، خسروا في 2006 مع البيلانتيات، خسروا في الثمن 2021 بيلانتيات، وما خسروا ثاني في البيلانتيات. دونك هاد الناس هادو عندهم لعنه معينه مع البيلانتيات. دونك هاد السيد هذا خسر بتفاصيل صغيره، اما يعني كون صدق ليه هادشي كامل راه ربما نقدروا ما نبقاوش نديروا مقارنات. غيكون ديشون هو احسن مدرب في العالم بدون منازع، انا ما ساهلش انك تربح الاورو كلاعب وكمدرب وتربح كاس العالم كلاعب وكمدرب، راه ما معطياش الكلشي. داكشي علاش دابا في فرنسا كاين واحد النقاش ان خاصو يبقى حتى 2026، واخا ان فرنسا كتعشق زيدان لواحد الدرجه كبيره وكلشي كيتسنى زيدان يشد المنتخب، ولكن دابا في هذه اللحظه هذه
كلشي باغي ان ديشون يكمل، لان كيشوفوا بان هاد الخدمه اللي كيدير مع هاد الدراري الصغار اللي طالعين، وهاد التوليفه اللي لقى في هاد المنتخب، وهاد ليسبري اللي خلق في هاد المنتخب خصو يستمر. واخا صراحه ديشون راه ماشي داك المدرب اللي تيلعب واحد الكره ممتعه، راه واحد المدرب براغماتي، هو تيلعب تيتادابطا، كيشوف راه حنا المغرب يعني اللي اقل منهم جوده وهذا راه ما لعبوش معنا الكره، تادابطاو تي راه تكيفوا مع الاداء ديالنا ورجعوا للور، سدوا الفراغات وهذا. دونك هاد الناس هادو واخا انه ما تيلعبش واحد الكره ممتعه، الا انهم باغينو يبقى يكمل الخدمه ديالو. وزيدا واخا انه محبوب بزاف في فرنسا، خصو يزيد يتسنى مازال حتى يبغي ديشون هو ياخذ القرار ديالو. دونك القرار ديال ديشون راه في يديه، ماشي الرئيس ديالو اللي غيجري عليه، ماشي شي واحد اخر، هو بوحدو اللي غادي ياخذ هذا القرار واش غيستمر ولا لا. وزيد خصو يتسنى القرار ديال ديشون باش انه ياخذ اخيرا المنتخب الفرنسي اللي كيحلم انه يدربه. وبالمناسبه راه حتى زيدان يعني بالنظر لطريقه اللعب ديالو، بالنظر للنجوم اللي مع المنتخب الفرنسي، راه اكيد غادي ينجح معاهم. غير كما قلت لكم دابا الناس في فرنسا تيقولوا بان هذه الخدمه اللي دارت كامله خصها تستمر، وكيشوفوا بان كاينه امكانيه انهم يرجعوا في 2026 يربحوا اللقب، ولا في 2030 ولا في 2034. دونك هاد الفرنسيين متفائلين بزاف بديشون وباغيين يكمل الخدمه ديالو. حنا غنتسناو شنو غادي يوقع، واش السيد غادي ياخذ القرار ديال الاستمرار ولا انه غادي يحبس نهائيا.